السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى الف خير، وان شاء الله هذا الفيديو يدخل عليكم بالصحه والهنا وينال اعجابكم. الوصفه تاع نهار اليوم راح تكون وصفه حلوه البرتقال اللي فريمون المكونات تاعها جد بسيطه، سهله التحضير، مكونات تاعها اقتصاديه ومتوفره في كل بيت. معليا نقول لك ما تزابيش، تابع الفيديو حتى الاخير باش تعرف المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه اللي راح نديرها معكم هي السيرو اللي راح نوجده باش يبرد لي. راني باغيه السيرو تاعي يكون ثقيل، راكم تشوفوا العبار اللي درته، كاس سكر مع نص كاس ماء، كاس سكر مع نص كاس ماء. نخلطهم، يعني نديرهم كيف ونديرهم فوق النار على نار قويه، ونخليهم لما يبدا يغلي السيرو تاعي نقص له باش يتقالي. راني محتاجه السيرو تاعي يكون فريمون ثقيل، لانه من بعد راح نخفه بلا كونفيتور والجو دورانج. دونك راني باغيته على هذا القوام هذا كما راكم تشوفوا. لما يبرد لي شويه فقط على لافابور هذيك تروح كما راكم تشوفوا. نحتاج كونفيتور، اي نوع تاع لا كونفيتور عندكم، المهم يكون ذوق البرتقال، يعني سواء مخدوم في الدار ولا تاع برا. من الاحسن يكون طبيعي، يكون في الدار. انا هذا عندي تاع الكروطه تاع زروديه بذوق البرتقال، ما تقوليش كاع عليه تاع زروديه. دونك راح نحتاج حوالي 2 أو 3 مغارف كبار تاع الكونفيتور هذا، مع كاس تاع عصير البرتقال. راكم تشوفوا هذا الكاس هذا اللي راني جايباته هو نفس العبار تاع الكاس الازرق اللي عمرت به السكر والماء. دونك عبار واحد اللي نعبر به السكر راح ياخذ لي نفس العبار تاع هذا البرتقال. والسيرو هذا العبار تاعه على حساب الكاطو اللي راح نديره، يعني العبار تاعه سوا سوا. دونك كي تبغوا تضاعفوا الكميه تاع الكاطو على حسب السنين اللي عندكم، راح الجو هذا ولا السيرو هذا كذلك راح تضاعفوا له، لانه هذا العبار تاع السنين اللي غادي انا نديره. دونك بعد ما درت لا كونفيتور تاعي نخلطها مليح باش تدخل في السيرو، ونجيب الجو هذا نديره معاه ونخلط مليح ونخليه يبرد. الا كنتي سبقتي بيه ومن بعد رحتي درتي الكاطو تاعك خليه برا يبرد عادي. سينو الا كنتي غلطتي وسبقتي بالكاطو ونسيتي السيرو ديريه وخليه في الفريجيدير يبرد لك بيان وما تخافيش منه. دونك كما راكم تشوفوا نخلط مليح ونخليها على جهه لو طون اللي نروح نخدم الكاطو تاعي. الكاطو هذا فريمون ما شاء الله اقتصادي بنين، ذوق البرتقال ولا اروع، يعني فريمون ما شاء الله. انا توجور الحاجه كي نقدمها لكم نجربها، وإلا كانت ناجحه وبنينه ونعرف ان المصداقيه تاعها فريمون ما شاء الله نعطيها لكم. المقادير تاع الكاطو تاعنا يعني متوفره عند الجميع. عندي هنايا 300 غرام فرينه مع 2 خميره كيميائيه، خميرة الحلوى. عندي كاس حليب، كاس زيت، كاس عصير البرتقال، وكاس ناقص اسبوع تاع سكر. عندي هنا مبشور برتقال، 2 حبات بيض، 2 مغارف كبار تاع نواه كوكو جوز الهند، و2 مغارف كبار تاع سميد متوسط. في اناء يكون غامق شويه راح ندير فيه 2 حبات بيض مع كاس ناقص صبع تاع سكر، ونضيف له كميه معتبره تاع مبشور البرتقال. فوالا انا هنايا كانوا كاع الحبات اللي عصرتهم كامل بشرتهم اللي نستعمله واللي نديره في لابواط اللي نكونجليه كيما على بالكم هو، واللي توجور عندي في الكونجيلاتور باش ما نطيحش اون بان كيما يكونش الموسم نتاعهم، ولا بلا ما نضل نخمم ويجي في خاطري تاع الليم ولا لورانج نجبد من الكونجيلاتور وراني درت الكاطو تاعي. دونك نجيب الميكس الباتر راح لي اسمه، نخلط مليح. لما يبدا يتغير اللون تاعه نبدا نضيف الزيت شويه بشويه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما اللون تاعه تغير يعني راح الابيضيه، نضيف كاس تاع الزيت شويه بشويه كما لا مايونيز حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. من موراها نضيف كاس تاع الحليب
هنا كي ندير في الكاس الحليب يبدا الزعط، تبدا تزعط الدعوه، تتوسخ. ندربها مليح، ونزيد كذلك موراها كاس تاع عصير البرتقال. يعني لازم يكونوا نفس العبار، الزيت والعصير يعني كامل نفس العبار، والحليب كذلك. فقط السكر لنفس العبار، ولكن نقصي له سبع، لانه راه عندنا السيرو تاني حلو. نضيف 2 مغارف سميد متوسط، مع 2 مغارف جوز الهند لا نوى كوكو. كما على بالنا انه جوز الهند يتمشى بزاف مع البرتقال. تبغي هنايا تستغني عليه من الخلطه وديريه فقط للتزيين، ولا ديريهم كيف كيف مع بعض كما انا راني دايرتهم. نجيب الفوي ونبدا نضرب، لانه راح نبدا نضيف الفرينه شويه بشويه. نضرب فوالا بهذه الطريقه، ونبدا نضيف الفرينه. الفرينه باينه طبيعه الحال راني مصفيتها مغربلتها باش نتفادى كامل هذوك لي غرومو. وندير 2 كيس تاع خميره الحلوى داليفور. الفرينه عندي فقط 300 غرام، يعني اقل من رطل. الكميه هذه تو الموند عندنا كامل متوفره عندنا في البيت، وحتى المكونات راكم تشوفوا فيهم اقتصاديين. 2 حبات بيض وجوز الهند الا ما كانش متوفر عادي تقدري تستغني عليه. الزيت عندنا في البيت، الحليب عندنا في البيت، يعني اقتصاديه 100%. فوالا، ونضرب حتى نخلط الفرينه تدخل مليح في الخليط تاعي. الكوشه بيان سور راني شعلتها باش تكون حاميه. نبقى على هالطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي راهي عندي تاع الفرينه. ونجيب السنيوه تاعي وندهنها سواء بالزيت ولا بالزبده. انا دهنتها بالزبده. نتحصلوا على هذا القوام، ما يكون ثقيل ما يكون خفيف. فوالا، ونجيب السني تاعي ونفرغ كامل الخليط فيه. فوالا، نتيا وعلى حساب السني اللي عندك. المهم انه العبار هذا المكونات اللي عطيتها لكم هو السيرو تاعه، هذاك هو العبار تاعه. بغيتي تقلي من الكميه نقصي كذلك الكميه تاع السيرو، بغيتي تضاعفي الكميه كذلك السيرو ديري له حسابه. يعني انا العبار هذا راح يوالم هاد السني وراح يكون العبار تاعه. راح نشربه هنايا بعد ما طابت لي. نجيب هذاك السيرو تاعي نشربه. الى الكاطو هذا درتيه الصباح كيما نقولوا الجمعه ولا السبت، راكي باغيه تقهوي به مع العشيه، ديريه الصباح وخليه نهار كومبلي يتشرب. انا هنايا درته الليله كامله باش الجمعه باش تقهوينا به. خدمته بالخميس في الليل، خليته يشرب كامل هذاك السيرو، يشرب بيان كوم الفو. والجمعه في النهار ديكوريته خدمته، ومع العشيه تقوينا به تشرب مليح وخد الوقت تاعه الكافي. دونك انتيا بغيتي تتقهوي به مع العشيه وما درتيهش الخميس مع لافاي، ولا تخدميه الصباح بكري، راكي ديري فطورك او ميم طون تخدميه وتخليه في الكوشه راه يطيب في غرده. دونك انايا هنايا بعد ما طابلي خدالي التحميره اللي راني باغيتها هنايا، باسكو غادي نغطيه بلا نواه كوكو. نطقبها مليح بالموس باش يدخل كامل هذاك السيرو، وخليتها الليله كامله. والغدوه من داك ديكوريتها بالنواه كوكو على هذا الشكل هذا، ولا تبغي ديري خطوط ولا بلا ما تضيفي له لا جولي ولا عسل ولا حتى حاجه. فقط كي ديريه هو وحده غادي يلصق، نواه كوكو وحده غادي يلصق. اذا كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وكانت